لو بتصرف فلوس كتير على الإعلانات ومفيش نتيجة، اتفرج على الفيديو ده. لو بتصرف فلوس على الإعلانات ومفيش نتيجة، في الغالب الغلطة الكبيرة اللي انت بتعملها إن الرسالة بتاعتك غلط، مش المنصة اللي بتعلن عليها هي اللي فيها مشكلة. خليني أحكي لك حاجة بتحصل كل يوم. 2 صحاب قرروا إنهم يعملوا إعلان ممول لأول مرة، نفس الميزانية، نفس المجال، نفس كل حاجة، بس النتائج واحد باع والتاني حتى ما جابش ولا لايك ولا كومنتات ولا شير. اول واحد دخل على مدير الاعلانات وعمل الخطوات اللي المفروض يعملها علشان يوصل في الاخر انه يكون عنده اعلان ناجح. كتب كلمتين كده وحط صورة او بوستر محترم ودفع 1000 جنيه. النتيجة ولا رسالة ولا حد اشترى ولا حد حتى طلب منه عرض سعر على الخدمة اللي هو بيقدمها. التاني بقى وقف قبل ما يكتب أي حرف أو يعمل أي خطوة وبدأ يسأل نفسه شوية أسئلة. العميل بتاعي اللي أنا بستهدفه حاسس بإيه أو إيه مشكلته؟ إيه اللي ممكن يخليه يوقف الإعلان بتاعي ويتفرج على التفاصيل اللي أنا هكتبها؟ أنا الرسالة بتاعتي أو الهدف من الإعلان بتاعي مفروض يحسس العميل بتاعي بإيه؟ راح كتب إعلان بسيط بس خلى أول جملة في الإعلان كأنها طلقة على الوجع. وجع مين؟ وجع العميل اللي هو بيستهدفه. خلى العميل بتاعه في النهاية يوقف الإعلان، يقرأ ويشوف إيه التفاصيل، يحس إن في فعلا قيمة ممكن ياخدها من المنتج أو الخدمة اللي بتتباع من ورا الإعلان ده، وفي النهاية اشترى. الفرق مش في شكل الإعلان ولا الفلوس اللي اتصرفت ولا نوع البوست أو الصورة، الفرق الحقيقي في الرسالة اللي من خلالها الإعلان بتاعك بيشتغل وبيوصل للعميل اللي انت بتستهدفه. يعني ايه رسالة؟ الرسالة هي اللي بتلمس وجع العميل، اللي يخلي القارئ او اي حد يشوف الاعلان يقول ايوه الراجل ده بيتكلم عني. الطريقة اللي بتاخده من المشكلة اللي عنده للحل بتاعها من غير لف ودوران، يعني بطريقة مباشرة. الناس مش بتشتري علشان حطيت صورة حلوة ولا جرافيك ديزاين معمول بشكل واو وفي كل الأساليب الحديثة. الناس بتشتري لما بتحس إنك فاهمهم وحاسس بيهم، وده مثبت في دراسات كتير في التسويق السلوكي اللي بتقول العميل بياخد قرار الشراء اعتمادا على المشاعر بنسبة 80% والمنطق بنسبة 20%. يعني هو بيشتري بمشاعره قبل ما بيشتري بالعقل وبالمنطق. ودلوقتي خليني اقول لك حاجة تانية. لو انت صاحب مشروع او بيزنس، تفتكر لو دخل عليك 100 رسالة في اليوم و99% منهم ما اشتروش، هل المشكلة فيك في المنتج بتاعك؟ طيب في السعر، ولا لانك ماشي بدون فانل او بدون خطة واضحة علشان العميل بتاعك يشتري؟ الفانل هو اللي بيحول الاهتمام لفلوس، مش مجرد اعلان وخلاص. الفانل دي هي الخطة الكاملة اللي انت بتمشي فيها العميل بتاعك خطوة بخطوة، من أول ما يشوف الإعلان بتاعك أو يشوف المنتج والخدمة اللي بتقدمها لغاية ما يشتري. مكونات الفانل دي إيه بقى؟ أو أنواع الفانل دي عبارة عن إيه؟ أول حاجة التوب أوف فانل أو التي او اف، محتوى بيخلق الوعي، بوست او فيديو او اعلان بسيط. تاني حاجه الميدل اوف فانل اللي هي الام او اف، محتوى بيبني الثقه، ايميلات او نتائج او قصص نجاح بتبعتها للعميل بتاعك باستمرار. تالت حاجه بوتوم اوف فانل او البي او اف، ودي اللي فيها العميل بتاعك بياخد قرار الشراء فعليا، اللي فيها عن طريق انك انت بتقدم له عرض واضح، ديسكاونت، اوفرات، وات ايفر. يعني المهم تشجعه انه ياخد القرار دلوقتي. لو بتسوق من غير ما تبقى فاهم يعني ايه فانل او من غير ما تستخدم ادوات الفانل، فده معناه كانك بتلعب ماتش من غير خطه. لو بتكتب اعلان من غير رساله حقيقيه، فانت بتصرف فلوسك لناس مش سامعينك ولا عارفينك اصلا. قول لي كده في الكومنتات، هل انت عمرك شفت اعلان وقريت فيه جمله حسيت ان هي بتمسك انت شخصيا او بتتكلم عنك؟ هستنى رايك في الكومنتات عشان ندردش شويه مع بعض. السلام عليكم.